افتكر زمان كده اول ما كنت اخلص التمرين كان الكابتن بتاعي يقول لي اضرب الاكل على طول، وكان ساعات بيجبرني ان هو يخليني اجيب الاكل معايا في التمرين. وعايز اقول لك ان الكلام ده مش صحيح بنسبه كبيره. خلينا الاول نعرف ايه فايده الاكل بعد التمرين، وايه هو الاكل بعد التمرين. الاكل بعد التمرين هو بوست ورك اوت ميل، وديت معناها انك بتاكل وجبه بعد التمرين ولها فوائد. الفايده الاولى هو حاجه اسمها ريبلينش جلايكوجين ستور، اللي هو اعاده ملء مخازن الجلايكوجين في جسمك علشان تبدا تعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الاستشفاء، وده عامل مهم جدا علشان جسمك يزيد عضلات، وانت تديك طاقه لما بعد التمرين لو انت هتروح الشغل او هتعمل حاجه، وفي نفس الوقت تديك طاقه لليوم التاني علشان تقدر تتمرن تاني. فايده بقى يا سيدي حاجه اسمها بروتين سينثيسيس، هو حاجه مهمه جدا ومبدا مهم جدا للزياده العضليه. العكس بتاعه بنسميه بروتين بريك داون، اللي هو هدم عضل وهنا بناء عضل. فكل ما كان البروتين سينثيسيس بيعلى كل ما الزياده العضليه بتاعتك بتعلى، والبريك داون كل ما كان بيقل كل ما الهدم العضلي بتاعك بيقل. طب انا دلوقتي لو انا اتمرنت وما اكلتش بعد التمرين هل هخسر عضل؟ اول حاجه لازم تفهم انك علشان تطبق الحاجتين دول اللي هو البروتين سينثيسيس وريبلينش جلايكوجين ستور لازم تدخل حاجتين مهمين في وجبه التمرين. حاجه البروتين، والبروتين مهم جدا للبناء العضل علشان تقدر تعمل ريبيلد او اعاده بناء واعاده اصلاح للانسجه والالياف العضليه اللي انت قطعتها في التمرين او حصل لها ضرر او حصل لها فتيج. طب المفروض البروتين بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين سريع الامتصاص، وبيبدا معايا رقم واحد واي بروتين. طب لو انا مش قادر وما عنديش القدره الماديه تقدر تدخل صدور فراخ او سمك او تدخل بياض بيض. كم جرام بروتين وجبه ما بعد التمرين؟ ادخل 20 جرام بروتين لوجبه ما بعد التمرين ل 40 جرام. طب ايه الفرق بين ال 20 جرام وال 40 جرام؟ ال 20 جرام بيبدا يزود معايا البروتين سينثيسيس لحد 75 لحد 80. اما بالنسبه لو دخلت 40 جرام فبيبدا النسبه تزيد من 85 ل 95 عشان اعمل الفايده الاولى، وهي اعاده ملء مخازن الجلايكوجين اللي موجوده في جسمي. بيكون عن طريق الكاربوهيدراتس، والكاربوهيدراتس مهمه جدا علشان الاستشفاء واعاده ملء المخازن اللي انا قلت لك عليها من شويه. طيب ايه انواع الكاربوهيدراتس؟ ممكن بطاطا، بطاطس، رز ابيض، رز بسمتي او موز. الكلام ده كله مهم انك تاكل كارب بعد التمرين وتدمج بين الكارب والبروتين علشان الدمج بينهم بيزود الجروث هرمون او هرمون الGH او اللي هو هرمون النمو، وهو المسؤول على النمو العضلي. اهميه الكارب ان هو بيدخل جسمك في حاجه اسمها انابوليك ستيت او مرحله البناء العضلي. طب ادخل كام جرام كربوهيدرات؟ من 25 ل 30 جرام كربوهيدرات كافيين جدا ان انت تدخلهم مع البروتين بتاعك. والدهون يا كوتش، انا شخصيا مش بفضل ادخل فاتس ما بعد التمرين، وهقول لك ده في فيديو لوحده ان شاء الله. بعد كده نخش بقى على التوقيت اللي انا عامل الفيديو ده كله عليه. لو انت شخص اكلت قبل التمرين من ساعه لساعتين او ساعه ونص فانت مش محتاج ان انت تبدا تاكل بعد التمرين على طول مباشره، يعني تحط الدمبل وتاكل. وانت شخص خلصت شغلك وما اكلتش ورحت على الجيم على طول واتمرنت تمرينه محترمه، المفروض تعمل ايه؟ تخلص وتبدا تاخد واي بروتين بعد التمرين as soon as possible. تبدا تاكل بعد التمرين مباشره علشان تبدا تعمل الحاجتين او الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم في اول الفيديو. انت مش محتاج ان انت اول ما تسيب الدمبل تقوم واكل على طول. الفكره كلت امتى، والفكره بدات في اكلك قبل التمرين امتى.